صلى الله عليك طه يا ياسين عليك سلم صلى الله عليك خير رسول خير إمام وحي الذات به نتعلم صلى الله عليك في الصلاة شاهدت طه ساقاني ريا وبلسم صلى الله عليك يا ياسين عليك سلم قلت المدح فقال لي قلت المدح فقال لي ساقاني ريا وبلسم بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا مدحت يا سيدي في المديح ممكن من كان عندي 19 سنة، يعني كنت يمكن أصغر واحد مع مشايخنا الكبار من الجعافر هنا معانا، الشيخ عبد الحميد الخناقي، الشيخ محمد أبو ركابي، الشيخ عبد الله بمطر، الشيخ صالح الطاهر، الشيخ عبد الباسط بسعد، مشايخنا هنا مشايخ الجعافر، الشيخ رمضان. فبدأت معاهم من أنا صغير، الشيخ سعيد أبو أحمد، وبحب المديح صراحة. قعدوني معاهم وكانوا بدوني أمدح من أنا صغير، يعني بحب المديح، والحمد لله رب العالمين. وصلت دلوقتي اتلميت على السادة الأشراف، السيد أحمد بن إدريس، حبيت مديحه وحبيت حبه، وانتميت للسيدة إنعام الإدريسية محبة شديدة. وصلنا الحمد لله يعني لمرحلة ما كنا نتوقعها. وطبعا معانا هنا ما شاء الله معانا أحباب حلوة، الشيخ علي هنا تبع الطريقة الجعفرية تبع الشيخ صالح، واحنا كلنا ملمين يعني جعفرية ونقشبندية ومحبين آل البيت، والحمد لله رب العالمين. ربنا موفقنا يعني، وكل بالنا في الزيادة. بدأنا الأول بالمديح صغير شوية 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 شوية، لما ربنا كرمنا دلوقتي بقينا يعني إيه، كنا بنمدح بالطبلة والطار والرق، دلوقتي وصلنا لدرجة الحمد لله رب العالمين بنعمل حضرات بالناي وبالغاب ودي محبة الناس شجعتنا، واللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه العطية. بالنسبة لرمضان الشيخ، كان ايه الفرق بين زمان ودلوقتي بالمدح وكده؟ والله رمضان يا مولانا كان ما شاء الله زمان ناسنا وحبايبنا الناس الكبار كانوا بيحتفلوا سهرات رمضانية جميلة خالص. كان في سهرات رمضانية يعني زمان؟ نعم كان في سهرات رمضانية؟ كان في سهرات رمضانية على طول، يعني ما شاء الله. كان بتبقى مثلا يوم في نجع الحجر، يوم في الرتاج، يوم في الجعافرة، الناس يعني مودة كبيرة كانت. فدلوقتي الناس اشتغلت والظروف والدنيا يعني غير الأول، بس احنا بنحاول ننشر الطريقة إن شاء الله، وربنا يوفقنا إن شاء الله. محبة آل البيت بالدنيا. بس دلوقتي ما فيش سهرات دلوقتي رمضانية غير الأول يعني؟ والله ما في، احنا دلوقتي بنمسك في الراتب، او بنجيب الاحباب والاخوان كل جمعه. انا بعمل راتب هنا، واخد لي بالك، بنجتمع مع بعضينا، وما شاء الله في ناس يعني منتميه، في ناس محبه للطريق كثير، واخد لي بالك. بالنسبه لبلادنا هنا فيها، بس عايز التشجيع، عايز بعد كده هيبقى مداح من الشباب الصغيرين. اللهم صل على النبي. ما شاء الله احنا عندنا هنا نقول من الكبار الاول الشيخ يحيى بمطر، ما شاء الله حاجه جميله، رجل يعني فرحنا، حاجه جميله. والاستاذ محمد ربيع رجل محب القران، واخد لي بالك. هنا عندنا يعني ما شاء الله. وعندنا هنا الحج
معانا ما شاء الله الحج علي عطيه رجل محب بيجمع الأحباب وبيجينا بيهم هنا. وبعدين معانا ما شاء الله الشيخ محمد هنا ما شاء الله رجل ملم حافظ القرآن. معانا برضه مداح يعني شاب إن شاء الله له مستقبل شديد. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. يا رسول الله يا جد الحسين الله كن شفيعي يا إمام الحرمين. بلسان الحال قد قال الحسين أنا ذو الخير وابن الخيرين. يا رسول الله يا جد الحسين الله كن شفيعي يا إمام الحرمين. من له جد كجد المصطفى من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. يا رب هنا الحج محمد ما شاء الله معانا، ومعانا الأستاذ يحيى، ومعانا برضو ما شاء الله جماعة جازولية الشيخ زكريا والشيخ حسام وأحبابنا. ومعانا من نجع الحجر ما شاء الله أبو حمد يعني محبين، والشيخ اللهم صل على سيدنا محمد مرسي. وفي هنا عندنا ما شاء الله يعني متشكرين يا شيخ، كل عام وانتم بخير. صحة والسلامة وكل سنة طيب وبارك الله فيك يا أستاذ شادلي وشرفتنا، وربنا يزيدك من نعيم الله بركة النبي وآله وسر صواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صل يا ربي على المدثر الله الله. صل يا ربي على المدثر مصطفاك الهاشمي الأنواري. صل يا ربي على المدثر الله الله. مصطفاك الهاشمي الأنواري. صاحب الجاه العريض العظمة من به قدما توسل آدما. صاحب الجاه العريض العظمة من به قدما توسل آدما. وبه رب البرية أقسما بحر علم الله طه الأكرم. صل يا ربي على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأول فاز بالخيرات جميعا حاز. رقص الكون له إعزاز لسن الحال غدا تترنم. فبمولده الكون ازدانا ولو أخمدت النيران. جاء مصدع للإيوان والأصنام غدا تتهشم. قوموا يا حضار لطه خير الخلق مضيء دجاها. وهو الخاتم وهو حماه رب العرش به قد أقسم. قوموا إليه على الأقدام بدر النور أضاء تهام. ولمن قام إليه قام دنيا وأخرى به يتنعم. عند المولد يأتي الهادي وتبارككم منه أيادي ويصافحكم بالإسعاد وكفى شرفا